مستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من سن سنة الاعتكاف بأمر ربه. أيها الإخوة الأكارم، كما تشاهدون هذه الجلسة كنا نقوم بمثلها داخل بيت الله عز وجل، فجاءت هذه الطواغيت داخلة مقتحمة بيت الله عز وجل وأغلقت الأبواب والنوافذ حتى لا يصور ويرى الرأي العام ما يحدث داخل، فأخرجوا الإخوة جميعا وبقيت آخر عنصر هناك، وبدأوا يرحمون لوالدتي. يقول الباشا وصاحبه عبد الله يرحم لك الوالدين، فلما قلت له إن هذا الذي ترحم به والدتي هو الله، فانزل أرضا نناقش ونعرف هذا الله سبحانه عز وجل. هل الله هو الذي أمرك بأن تقتحم بيوت الله عز وجل؟ دخلوا بيوت الله ولم يصلوا فيها حتى تحية المسجد. قال الباشا إنها التعليمات. فذكرته بقول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لما رأوا العذاب. قلت له والله غدا يوم القيامة ما يعقلوا عليك ذوك اللي يصدروا لك التعليمات. قال لك ماشي شغلي، أنا جندي. قلت له والله ما يعقلوا عليك. أما الكوميسير قلت له أنا لو قال لك ما تخلينيش نوقع معك في هذا المقام نهزك ونرميك من بيت الله. حشومة، لو كان شي حشومة قد أنك تقتحم بيت الله، لو كان شي بحالك نقعد بالجوع ونستقل من ذيك المهمة. قال لك لا أنا في زيه خدمت ودرت. اش دار في زيه؟ اش دار؟ فضائحه ما زالت في زيه، وما زال الشعب زيه يذكر ارحل التي خاضها ابناء زيه 44 يوم. فاقتحموا بيت الله بكل جرأة، وحملوني 4 بهم 4 ديال الشرطة من جنده، وارموني خارج بيت الله عز وجل. يحتجون بالقانون. أبيت الله يحكم بالقانون أم يحكم بشريعة الله عز وجل؟ نقول لبجبجة الذي يسهر على تطبيق مذهب الإمام مالك: أوليس في مذهب الإمام مالك الاعتكاف؟ أولا يرى الاعتكاف الإمام مالك؟ ماشي غير هكا، الإمام مالك كيشوف خصك دير الستار وتدخل معتكف، ولا الإمام مالك غير بتسليمة وحدة؟ يوريونا جينا. قلت له روح نناقشوا الإمام مالك. قال لك لا أنا عرفت نفقه في الدين وكذا، الناس اللي يخرج أنا كنفذ التعليمات. حنا كنقولوها صراحة. بدا كيذكرني على صحابك كاع خرجوا وكذا وانت ما خرجتش وهذه وراك درت البلاغ وما درت فعل. قلت له نؤذن للصلاة 5 مرات، نعم ندعو الناس للاعتكاف بالبلاغات، والله عز وجل أمر نبيه إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج حتى يأتوا. غادي نعلقوا البيانات وغادي نعلقوا البلاغات وغادي نتصلوا بالناس عبر الانترنت باش يجيو يعتكفوا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما بغاش سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع راية ويقول أنا علماني كافر مشرك، ولو زعم أنه مسلم لكي يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قلت له روح تحاكموا السنة، روح تحاكموا القرآن. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الرهد أشهد أن محمد رسول الله، ولا هي غير زخرفات تكتب في جدار المساجد. روح ناقشوا شهادة محمد صلى الله عليه وسلم، اتباع سنته. شت ولو تكتب لك السيف هنا في التعليمات ما تدخلش بيت الله تقتحمه، عيب وعار. كان بعض الجنود في عهد السلاطين الظلمة لما كان يصدر لهم الأمر لما فيهم من إيمان كانوا يذهبون ويغيبون ويتيهون في الصحراء حتى لا ينفذوا تلك الأوامر. يجي يقول لنا تعليمات. أنا جندي. أي جندية غدا لما يحطك الله عز وجل قدام ذاك المأمور ديالك ويقول لك أنا أمرتك، يقول لك لا ويضر فيك. إذ تبرأ، وإلا كتبوا الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا لما رأوا العذاب. موقف يتبرأ منك ويدور فيك الأمير ديالك ولا الشيخ ديالك ولا الولي ديالك، يتبرأ منك ذاك الموقف. فلذلك يقول المسلمين
إن كانت فينا حق الإسلام في قلوبنا ذرة إيمان ما نبقاوش نخرجوا في المظاهرات لما يتسب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الكفاره ديال الدنمارك وامريكا وكذا ونجي نروحوا. النبي يهان الان، النبي تهان سنته، فاين المسلمون لما تحارب هذه السنه، سنه نبينا عليه الصلاه والسلام. 10 ايام الاواخر كان النبي كيحيا في الجامع، ما كنعتكفوش في الديور، ما كنعتكفوش في شي جوامع قال لك راهم مستورين انتم درتوا البهرجه. هي خصنا نفرقوا الناس ونوعيهم بهذه السنه. كان هذا الشيء خص ديروا الدوله، يديروا بجبجه ومن معاه، يجمع الناس ويقول لهم راه كاينه السنه ويحرك الناس، وتجي الدوله تسهر على المأكل والمشرب من بيت مال المسلمين. المساجد كنجمعوا لها باش نخلصوا الضوء، الا ما في اخباركمش راه الضريبه كتجي لبيت الله. الضريبه اقسم بالله الى يوم جلسنا مع اللجنه الا جات الورقه ديال الضريبه لبيت الله وقلت للجنه روحوا قولوا لبيت الله يدير رجل يمشي يخلصها للسينده. كنخلصوا الضوء، كنخلصوا الماء، كنخلصوا الضريبه، كنشريو الفراش، نبنيو كل شيء. في التالي يجي يجري عليكم بيت الله عز وجل. حسبي الله ونعم الوكيل. واش هذا الموقف؟ الشراب كيتباع لي في موازين بالعلالي، كيتباع في مهرجان بالعلالي، في مرجان بالعلالي، موازين الخمر، الدعاره، وبروتكس والعياذ بالله، وجدوه كيطرى تما. والعيب والعار باموال الشعب المسلم، شوف غير المعتكفين. كنقولوها صراحه، والله قد فقهنا الاكراه جيدا، والله ان تطير رقابنا من اجل سنه نبينا عليه الصلاه والسلام. وقلتها له من الداخل، قلت له انا فقهت الاكراه، انا حتى طير لي راسي في الجامعه نخرج لك بخاطري، انا ما نخرجش بالخاطر، هزني كي تبغي وندير عليك الحجه امام الله عز وجل. وراجع غدا، راجع غدا لبيت الله عز وجل، وغادي نرجع حتى تكمل 10 الاواخر، الا اذا توفاني الله عز وجل. باش يتعلموا ان كاين في الامه المسلمين، كاين في الامه المسلمين اللي غيروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي انه غير نخرجوا وندوا ونديروا دوك التنديدات ديال راه تسب النبي ونبقاو تخرج الدوله الرسميه ودير التنديد. ها هو سب النبي عليه الصلاه والسلام، من ابناء جلدتنا يسب نبينا عليه الصلاه والسلام. السب عند العرب ليس القذف فقط، انما هو ان تذله، ان تعيبه، ان تقدح، كل هذه سب. إن النبي لما كان يسب آلهة لم يكن يسبها مباشرة، كان يقدح فيها وينقص من شأنها. أن تنقص من سنة رسول الله هو سب لرسول الله. وليقرأوا أحوال في كتاب أحوال الشفاء للقاضي عياض، فليقرأوا كيف جزاء السب في مذهب الإمام مالك. يقطع رأسه بدون توبة. لو كان الإمام مالك حيا لقطع رؤوس هؤلاء الناس بدون توبة، بدون أن يستتيبهم. ولكن قال لي خلي الله أبار، قلت له إلا خليت الله أبار صارت غابة غنقتلك وغتقتلني. ولكن الله هو اللي أمرني بالحلم عليك، وأمرني بالصبر، وأمرني بالتدافع معك وفق القوانين والسنن التي موجودة في الأرض الآن. ولكن نقول للمسلمين جميعا وللجماهير الشعبية المتواجدة هنا والتي سيصلها هذا البيان عبر الانترنت أننا سنتواجد بإذن الله عز وجل، سنتواجد وبالبلاغات وبالنداءات جميعا نحن مسلمين. انتهى هذاك الموضوع ديال هذه جماعة العدل والإحسان، هذه السلفيين، هذا فلان بفلان، هذا. نحن مسلمين، نحن مسلمون جميعا، نحن مسلمين. انتم راكم دايرين، انتم في البوليس، عندكم البوليس، عندكم الدارات، عندكم انتم مقسمين، انتم عندكم هاد التسميات، هاد التسميات واش فيها؟ سمي ما شئت، ولكن الجوهر بالعمل. فلذلك سنصمد باذن الله عز وجل، وسنبقى صامدون باذن الله عز وجل حتى تفتح بيوت الله عز وجل، تفتح للعباده حقا، ويرحل الشرطه. هؤلاء الذين يجلسون على المنابر اغلبهم صاروا الان شرطه والعياذ بالله، ينومون الناس. أين الخطباء؟ تم تصفية أزيد من 6 أو 7 خطباء من أعلى المنابر بحجج واهية. الرجل تكلم في موازين في فاس أقالوه، سئل الوزير قال لهم الأمر في وزن في خلاف. أنا كتبت في البلاغ الاعتكاف سنة بلا خلاف. وجهوا لأحمد توفيق الذي قال أن موازين فيها خلاف، أن الاعتكاف سنة بلا خلاف. وليقرأ موطأ الإمام مالك هو ومن معه، وليعلم أن هذه السنة لا خلاف فيها إلا عند بعض طوائف الروافض، الذي دولتنا الحمد لله لها موقف يعني مقاطع تماما لدولة الروافض. ولكن يبان لي